فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. لم يبتل الله سبحانه بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين، وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم، وجمع عليهم من أنواع العقوبات بين الإهلاك وقلب الديار عليهم والخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء، فنكل بهم نكالا لم ينكله أمة سواهم، وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض أن تميد من جوانبها إذا عملت عليها وتعج إلى ربها تبارك وتعالى، وتكاد الجبال أن تزول من أماكنها. ولقد بين سبحانه شناعة هذه الجريمة بأوصاف أطلقها على قوم لوط، فقال سبحانه: بل أنتم قوم مسرفون، وقال إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وقالت الملائكة لإبراهيم: إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، وقال سبحانه: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. كل ذلك لشناعة فعلتهم. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. فيا ترى ما العقوبة التي نزلت عليهم؟ لقد أرسل الله إليهم جبرائيل عليه السلام فاختلع قريتهم بأكملها مع طلوع الصبح ورفعتهم إلى السماء، حتى إن الملائكة لتسمع صياح ديكتهم ونباح كلابهم، ثم قلبهم على الأرض، وأتبعوا بحجارة من سجيل مسومة، فذهبت اللذات وأعقبتها الحسرات وانقضت الشهوات وأورثت الشقاوات. تمتعوا قليلا وعذبوا طويلا وارتفعوا مرتعا وخيما، فأعقبهم عذابا أليما. ولقد قرب سبحانه وتعالى مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل، فقال مخوفا لهم إن يقع في الوعيد: وما هي من الظالمين ببعيد. أيها المسلمون، وردت في هذه الجريمة النكراء نصوص محذرة ومبينة لمن عمل عمل قوم لوط. أخرج أهل السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. إن جريمة اللواط تقع بين فاعل ومفعول به، فأما الفاعل فذئب شرس منكوس الفطرة. وإلى مثل هذا نقول: اتق الله وإياك أن تكون في المخذولين، فإن حب هذه الفاحشة لا يجتمع مع محبة الله في قلب مؤمن. واحذر غضب الله تعالى فإنه شديد العقاب. وانظر وتفكر في مصارع العصاة كيف أبادتهم الذنوب وأحلتهم دار البوار وألبستهم الهوان بعد العزة، وكيف أصبحوا أثرا. واعلم أن هذه المعصية وأشباهها من أسباب سوداد الوجه وظلام الصدر وحصول الوحشة بين العبد وبين ربه سبحانه. وعليك أخي الكريم بالإقلاع عن ذلك والعلاج السريع قبل أن تحل عليك العقوبة. ونقول لك كما قال نبي الله لوط عليه السلام لقومه: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فعليك بالزواج من النساء بالعفيفات التي يحصل بهن قطع أواصر الشهوة المحرمة، وعليك بالدعاء والتفرغ بين يدي الله لينقذك من هذه المستنقعات الوبائية. أيها المؤمنون الغيورون، إن جريمة اللواط جريمة بشعة تشمئز منها قلوب المؤمنين وتنفطر منها الطباع السليمة. قال بعض خلفاء بني أمية: لو لم يحدثنا الله عن قوم لوط لما صدقنا أن رجلا يعلو رجلا.
وإن جريمة اللواط تكمن في عدة أمور، منها صحبة الشاب الأمرد لمن هو أكبر منه، فإن ذلك هو أكبر دواعي العشق واللواط. حذر السلف الصالح من صحبة الأمرد مهما بلغت ثقتك بنفسه. وقال بعض الحكماء: صحبت 30 شيخا كلهم أوصاني اتق معاشرة الأحداث. وقال الحسن بن ذكوان: لا تجالس أولاد الأغنياء فإن لهم صورا كصور العذارى وهم أشد فتنة من النساء. أيها الآباء والأبناء، إن اللواط مرض معد وعلاجه بعد وقوعه من أصعب الأمور، فعليكم بالوقاية قبل العلاج. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا داء أعيا الأطباء دواؤه وعز عليهم شفاؤه، وهو لعمر الله الداء العضال والسم القتال. شر أسباب الإغراء في أوساط شباب من أكبر دواعي اللواط. واعلموا عباد الله أن أبناءكم أمانة في أعناقكم وستسألون عنها يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.